بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وصلنا للأسبوع التاسع ومع تقييمات الأسبوع التاسع. في البداية ما تنسوش اللي ما اشتركش معانا يشترك، ما تنسوش اللايك الجميل والشير، عايزين الفيديو ده يوصل للدنيا كلها. كمان ما تنسوناش بدعواتكم الجميلة. ومع التقييم التاسع من نص نثري متحرر من عصر صدر الإسلام: إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ إن الوحي انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا يعني إحنا لنا الظاهر، أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته، لكن اللي بتكتمه جواك ده بينك وبين ربنا، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة، يعني أهم حاجة أنت الظاهر لينا إيه؟ أما سريرتك دي بينك وبين ربنا. جمع كلمة سريرة طبعا سرائر. السريرة هي ما تخفيه النفس. علاقة قوله أمناه وقربناه. طيب لو رجعنا للعبارة، أي من أظهر لنا خيرا تكون النتيجة، عشان ده جواب شرط على طول، أمناه يبقى هنا نتيجة. كيف تفيد من مضمون هذه الخطبة في تعاملاتك الاجتماعية؟ يبقى هنا اللي هو العمل بالظاهر للناس، أما الباطن فبينك وبين الله. العمل بالظاهر، يعني العمل بالظاهر يعني أن يحسن الإنسان ما يظهره للناس، أن يحسن الإنسان ما يظهره للناس. أما الباطن فده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. سمة من سمات النثر في أصل الإسلام طبعا التأثر بمعاني القرآن الكريم والحديث الشريف. التأثر بالقرآن الكريم والحديث الشريف. ننتقل لقطعة القراءة. لقد دعت الأديان السماوية جميعها إلى الخير. كل الأديان دعت للخير والحب الآخر واحترامه، وإن احنا نعترف بك أخ في الإنسانية حتى لو ما كانش أخ لك في الدين، إنك تحرص تعيش معاه بسلام. كل الأديان ترتكز على القيم الأخلاقية، إنها تكون واحدة. إيه القيم دي؟ زي الكرامة الإنسانية واحترام الحياة والحريات والعدل والحق والمساواة والإخاء والرحمة والإحسان والعفو والتسامح والتعاون على البر والتقوى. كل هذه القيم مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق، لكن أحيانا نجد من يند عنها، يعني يشذ ويخرج عنها الركب عن هذه القيم ويغرد خارج السرب، فيسوم الناس الخسف وينشر الدمار. ما معنى يند؟ طبعا يشذ ويخرج عن القاعدة. علاقة قوله حتى وإن لم يكن أخا في الدين. طيب لو رجعنا العبارة طبعا هنا انه دعت الاديان السماويه الى حب الاخر واحترامه والاعتراف به كاخ في الانسانيه حتى وان لم يكن اخا في الدين، يبقى هنا استدراك، لان طبعا صحات للمفهوم الخطا اللي ممكن اخده. من خلال الفقره السابقه بعض القيم الانسانيه، هلا قيم عندنا كتير زي الكرامه الانسانيه، احترام الحياه والحريات والعدل والحق والمساواه والاخاء والرحمه، كل ده لغايه البر والتقوى. يبقى لو كتبنا، يبقى عندنا الكرامة الإنسانية، الكرامة الإنسانية، واحترام الحياة والحريات والعدل، احترام الحياة والحريات والعدل والحق والمساواة والإخاء، والحق والمساواة والإخاء والإخاء والرحمة والإحسان والعفو والتسامح، والرحمة والإحسان والعدل والتسامح والتعاون
على البر طبعا والتقوى. حتما الفقرة ما يتفق مع مضمون هذه المقولة: لكل قاعدة شواذ، لكن أحيانا نجد من يندي عن الركب ويغرد خارج السرب فيسوم الناس الخسف وينشر الدمار. يبقى لكن أحيانا نجد من يندي، لكن أحيانا نجد من يندي عن الركب، يند عن الركب ويغرد خارج السرب فيسوم الناس الخسف وينشر الدمار. فيسوم الناس الخسف وينشر الدمار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. صدق الله العظيم. عايز صيغ المبالغة. لو مشينا كده هنلاقي يئوس، يئوس أول صيغة مبالغة، يئوس على وزن فعول. عندي بعد كده كفور على وزن فعول. طيب، لا يقولن ذهب السيئات عنه إنه لفرح على وزن فعل. آخر واحدة فخور على وزن فعول. ننتقل للسؤال التالي. في الحديث الشريف: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. عايزين نطلع صيغ المبالغة وسبب عملها. أول حاجة معايا الطعان، سبب عمله أنه محلى بأل. اللعان أيضا محلى بأل. البذيء أيضا محلى بأل. فإن يكو عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد. ميز صيغة المبالغة وسبب عملها وبين معمولها. يبقى واحدة واحدة نطلع صيغ المبالغة معايا. وقافا، عايز مني بعد كده سبب عملها. كان وقافا، يبقى اعتمدت على مبتدأ لأن إعرابها خبر كان. طيب معمولها وقافا هو، معمولها ضمير مستتر تقديره هو. طبعا الضمير المستتر تقديره هو في محل رفع فاعل. من قصة أبو الفوارس عنترة: اقرأ ثم أجب. إذا كنت بين قوم لا ينظر كل منهم إلا إلى نفسه فلا حرج علي إذا نظرت إلى نفسي. عنترة طبعا اللي بيقول إن هؤلاء يدعونني إمتى بينادوا علي إذا اشتدت حولهم الكروب ويلقون إلي بالسيف عشان أحميهم فلا أحاربنهم. أنا أحاربهم بالسيف ده عشان أنتصف لنفسي. لا أحاربن شداد إذا ضن علي باسمه، ولا أحاربن مالكا إذا وقف بيني وبين حبي، ولا أحاربن عمارة إذا تجرأ على أن يسلبني حياتي، لا أحاربن كذا وكذا. إيه الصفة إذن اللي تصدق على عنترة؟ طبعا هنا التمرد والغضب. من خلال الفقرة في صفة سلبية تظهر بين الأوصاف اللي هي إيه؟ قوم لا ينظر كل منهم إلا نفسه. قوم لا ينظر كل منهم إلا إلى نفسه، اللي هي الأنانية وحب النفس واحتقار الآخر. طيب إيه الحل؟ طبعا اللي هي النظر للمصلحة العامة وليس الشخصية، وحب وتقدير الآخرين. أنا أقدر الآخرين، ما أقللش من قيمة حد، أعطي كل واحد حقه.
أبو فراس الحمداني: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إيه اللي يتفق مع المضمون ده؟ إن قومي يحتاجوني لما يعني يكونوا في مشكلة. أهي: يدعونني إذا اشتد حولهم الكروب ويلقون إلي بالسيف أحمي حماهم. يبقى يدعونني إذا اشتدت حولهم الكروب، ويلقون إلي بالسيف. ليه طبعا يلقوا إلي بالسيف؟ أحمي حماهم. ننتقل للسؤال التالي. التقييم المجموعة الثانية: نص نثري متحرر من عصر صدر الإسلام. إنما كان يوم بدر استشار الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته، فقام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك. اذهب حارب يا رسول الله واحنا معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك. هنصبر ونحارب معك يا رسول الله، معك من دونه حتى تبلغه. إذا جالدنا معناها صارعنا وصابرنا. علاقة قوله ولكن أول ما يلاقي لكن طبعا على طول اختار استدراك، لأن لكن تفيد الاستدراك. حسان بن ثابت بيصف حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن قال سيروا أجدوا السير جدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربوا. بين مدى التوافق مع مضمون البيت والفكرة اللي وردت في النص. طبعا يتفق البيت مع ما ورد في النص، فكلاهما يدور حول استجابة الصحابة لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد. استجابتهم للجهاد استجابة فورية، بيسرعوا إلى الاستجابة. من سمات النثر في عصر صدر الإسلام طبعا اللي هو استمد معانيه من القرآن الكريم والحديث الشريف، التأثر من القرآن والحديث. ننتقل للقراءة المتحررة. بيقول لي تتلخص في أنها العمارة الخضراء. هيعرف لي إيه العمارة الخضراء دي؟ دعوة إلى المهتمين بالبناء والبيئة علشان يراعوا إيه؟ عنصر الطاقة، باعتبار أن الطاقة دي تحظى باهتمام قومي أولا، ثم يتلوها المناخ وعناصره كمحدد ثاني، وبعدين اعتبارات مواد البناء، ثم تأتي الاعتبارات الإنسانية. يبقى العمارة الخضراء إن هم يراعوا كل هذه الأشياء، تتوافق متطلباتها مع الظروف البيئية المتاحة طبيعيا. طب تكون النتيجة إيه؟ إنتاج بيئة مشيدة ذات جودة عالية تحقق الراحة للساكنين والحفاظ على الاستدامة البيئية. إذا مضاد كلمة جودة، جودة بناء، هل الجودة هنا عكسها قبح؟ لا طبعا، عكسها إن هو رداءة، سيء يعني. بين بأسلوبك مفهوم العمارة الخضراء. يبقى العمارة الخضراء اللي هي مراعاة المهتمين بالبناء لعناصر. طب ايه العناصر دي؟ اللي هي الطاقة والمناخ ومواد البناء، واخر حاجة طبعا الاعتبارات الإنسانية. والاعتبارات الإنسانية. طيب الهدف من الاعتماد على العمارة الخضراء أو إنتاج بيئة ذات جودة عالية. يبقى إنتاج بيئة مشيدة ذات جودة عالية. إنتاج بيئة مشيدة ذات جودة عالية تحقق الراحة للساكنين. تحقق الراحة
للساكنين. والحفاظ على الاستدامة البيئية. والحفاظ على الاستدامة البيئية. قال تعالى في وصف أهل الضلال: سماعون للكذب أكالون للسحت. صيغ المبالغة السابقة ووزنها. عندي أول حاجة طبعا سماعون، دي على وزن طبعا فعال، سماع على وزن فعال. أكالون مفردها أيضا أكال على وزن فعال. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. صيغة المبالغة وسبب عملها. صيغة المبالغة هي صخابا. طيب لم يكن صخابا دي خبر كان، يبقى اعتمدت على مبتدأ لأن إعرابها خبر كان. ننتقل للسؤال التالي. قال الشاعر: عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود. صيغة المبالغة طبعا عفو، عفو على وزن فعول. هو عايز مني أول حاجة صيغة المبالغة يبقى عفو. سبب عملها هنا طبعا خبر لمبتدأ محذوف، يبقى اعتمدت على مبتدأ. اعتمدت على مبتدأ. طيب مين معمولها؟ عفو هو، يبقى معمولها الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. اقرأ ثم أجب. فقال له في عطف: لا تحنق علي، لا تغضب لما أقول يا أخي، إني أشد حرصا عليك مني. ده أنا بحرص عليك أكثر من نفسي. ده شيبوب بيكلم أخوه عنترة. ولما كان الأمر لي لعرفت أن قدرك أعلى من قدر أنت قدرك عندي أعلى من كل هؤلاء، أعلى من كل قبيلة عبس. أنت عندي أكرم من هؤلاء جميعا. أشهم نفسا وإنك لحامي حماهم. أنت سيد فرسانهم، أنت أجمل عندي من أجملهم. فقال عنترة وقد لا ألانه قول أخيه: لست أشك في مودتك وحرصك على خيري. إذا تحنق معناها تغضب، لا تغضب علي يا أخي. لخصت الفقرة قيمة إنسانية نبيلة. وضحها. إيه القيمة الإنسانية دي؟ اللي هي حب الأخ لأخيه وحرصه على نصحه. قال أبو فراس الحمداني: إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. مين من الفقرة أو فين الجزء اللي يتفق مع هذا الأمر؟ أهي: إني أشد حرصا عليك مني على نفسي. إني أشد حرصا مني عليك. إني أشد حرصا عليك مني على نفسي. يبقى بيحرص على أخوه أكتر من حرصه على نفسه. ولما كان الأمر لي عرفت أن قدرك أعلى من قدرهم. طبعا بعد كده وصف الأخوه وإن هو مكانته أعلى من مكانة جميع قبيلة عبس لدى أخيه. ننتقل للمجموعة الثالثة من خطبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه: بادروا آجالكم، أعمركم، اعملوا خير قبل ما تموتوا، ما تقدرون عليه، فلقد أتيتم صبحتم أو مسيتم، ألا وإن الدنيا طويت على الغرور، الخداع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، اوعوا تخدعكم، ولا يغرنكم بالله الغرور. اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانها؟ كلهم اندثروا، كلهم ماتوا. أصروها وعمروها ومتعوا بها طويلا، ألم تلفظهم؟ لم تخرجهم منها وماتوا. ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها واطلبوا الآخرة. إذا تلفظهم معناها تخرجهم منها، المقصود بها يموتوا يعني. إذا الغرض من الخطبة هو إيه؟ هل التحذير من الغرور؟ في فرق بين الغرور والغرور. الغرور بالفتحة اللي واردة هنا اللي هو الخداع، لكن الغرور ده التكبر. يبقى هنا الوعظ والزهد. استخرج من الخطبة استعارة لا تغرنكم الحياة الدنيا، يبقى تغرنكم الحياة الدنيا. صور الدنيا بإنسان يخدع،
وطبعا هنا نوعها ايه؟ استعارة مكنية. طب ايه سر جمالها؟ صور الدنيا بإنسان، بس سر جمالها التشخيص. السؤال التالي: هات من النص ما يدل على ضرورة اغتنام أوقات العمر فيما يفيد. بادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه. بادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه. اعملوا الخير قد ما تقدروا قبل ما يجي لكم الأجل. أثر من آثار الإسلام على النسر والدليل عليه، اللي هو طبعا التأثر من القرآن الكريم والحديث الشريف. أهو التأثر من القرآن الكريم والحديث الشريف. والدليل عندنا جزء من آية قرآنية زي إيه؟ لا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنكم بالله الغرور. الكوارث الطبيعية غالبا ما تكون نتيجة عوامل طبيعية، ده رقم واحد، عوامل طبيعية زي الزلازل اللي هي عبارة عن اهتزازات بتنتج عن طاقة محررة كانت مخزنة في طبق الأرض واتحررت على شكل موجات تحدث في أوقات معينة نتيجة تقلصات في القشرة الأرضية، لكنها في كثير من الأحيان تكون ناتجة عن إيه؟ السبب الثاني تأثير الإنسان على الطبيعة والمعاملات والممارسات اللي بتضر بالطبيعة وبتسبب لنا الكوارث بسبب المدنية. إذا محررة عكسها كانت مخزنة، واتحررت يبقى مختزنة. علاقة قوله كالزلازل نتيجة عوامل طبيعية كالزلازل، هنا طبعا لو قال لي كالزلازل علاقتها بما قبلها لو كنت تفصيل كنت خدتها، لكن هو ما فصلش طبعا، لا ده هو بيوضح ايه هي العوامل الطبيعية الزلازل، يبقى ده توضيح. من خلال الفقرة أسباب الكوارث الطبيعية، إذا عندي سببين: عوامل طبيعية، والتاني بقى اللي هي ممارسات الإنسان التي تضر بالبيئة. يبقى عندي عوامل طبيعية، ده السبب الأول، والسبب الثاني ممارسات الإنسان التي تضر الطبيعة. طيب إيه الحل بقى؟ إن الإنسان يحسن معاملة الطبيعة، إنه هو لا يلوث الطبيعة ولا يؤثر على اتزانها. النحو: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. طبعا هنا النقطة دي محطوطة خطأ، ولا تطع كل حلاف وليس خلاف. صيغ المبالغة أول حاجة معايا عندي وزنها حلاف، طبعا وزنها فعال. هماز أيضا على وزن فعال. مناع على وزن أيضا فعال. أثيم على وزن فعيل. يعطي الوالدان أبناءهم تجاربهم. صيغة مبالغة بس خليها عاملة. يعطي تبقى معطاء، بس عشان تبقى عاملة نقول أمعطاء الوالدان أبناءهم تجاربهم، وكده خليناها سبقها استفهام. أم إعطاء الوالدان أبناءهم تجاربهم، طبعا يعطي ده بينصب مفعولين. أخى الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف. بيقول لي أعرب كلمة جلالها. طبعا لباسا هنا لباسا صيغة مبالغة، ولباسا هو أو يلبس هو، جلالها مفعول به. مفعول به منصوب، وطبعا علامة نصبه الفتحة لصيغة المبالغة العاملة. حدد صيغة المبالغة ووزنها وسبب عملها. ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب. طبعا صيغة المبالغة مفراح، وزنها مفعال، سبب عملها
طبعا هنا هي خبر ليس، يبقى اعتمدت على مبتدأ. عنترة: لا تذهب بك الظنون يا عنترة مذاهبها، فإنك تعرف مقدار حبي لك وحرصي على خيرك. طبعا شيبوب بينصح أخوه هنا: دع عبلة وقل لي أتحسب مالكا يزوج ابنته لك ويضع عمار بن زياد، ولو كان أبو عبلة غير مالك أتحسب أن يفعل هذا؟ إنك لن تجد أحدا غيري يحدثك بمثل قول لكني لا أحب أن أكتم عنك ما في نفسي. السمة اللي بيتصف بها شيبوب من خلال الحوار طبعا إن هو إنسان واقعي، شايف إن هو عبلة مش هتتزوج عبد مثله. العلاقة: ولو كان أبو عبلة غير مالك أتحسب أن يفعل هذا؟ طبعا هنا استدراك، إن هو تصحيح المفهوم الخطأ، إنه حتى لو كان أبو عبلة غير مالك ما كانش هيزوجها له، ده استدراك. الصديق مرآة صديقه: اشرح هذه المقولة في ضوء فهمك للعبارة. الصديق هو الذي ينصح صديقه ويظهر له عيوبه وأخطاءه. كده أحبابي نكون وصلنا لنهاية التقييمات الثلاثة، ويتبقى فقط معنا الأداء الصفي والأداء المنزلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وما زلنا مع الأسبوع التاسع، وكنا قدمنا لكم التقييمات الثلاثة، كان متبقي معنا فقط الأداء الصفي والأداء المنزلي. كالعادة ما ننساش اللي ما اشتركش يشترك معنا في القناة، عايزين اللايك الجميل، عايزين الشير، عايزين دعم منكم للقناة علشان تستمر. ونبدأ في الأداء الصفي والأداء المنزلي. من نص في عصر صدر الإسلام: لما كان يوم الأحزاب حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وأثنى عليه. هيخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد ربنا وشكر ربنا سبحانه وتعالى وقال إيه: والله ما حدثتكم فكذبتكم، ولا منيتكم فغررتكم يعني خدعتكم، ولا وعدتكم فأخلفتكم، والذي بعثني بالحق لئن أمسيتم قليلا لتكسرن، ولئن كنتم أزلة لتعزن، حتى تكونوا نجوما يقتدى بواحدكم يقال قال فلان وقال فلان. يعني هنا بيبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر على الأعداء. معنى غررتكم طبعا هنا خدعتكم. المغزى من قوله لئن أمسيتم قليلا لتكسرن ولئن كنتم أزلة لتعزن، بيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، يبقى التأكيد على البشرى بالنصر والتمكين. استخرج من النص تشبيها وبين نوعه. حتى تكونوا نجوما، يبقى تكونوا نجوما. طبعا هنا تشبيه بليغ. صور أصحابه بالنجوم بسر جماله التوضيح. أثر من آثار الإسلام على النسر والدليل عليه طبعا هنا التأثر من القرآن الكريم والحديث الشريف. طيب والدليل؟ لو بصينا الآية طبعا وأثنى عليه ثم قال والله، زي كلمات اهي والله، ما حدثتكم ولا منيتكم فغررتكم ولا وعدتكم فأخلفتكم والذي بعثني بالحق، زي مثلا كلمة الحق، وهكذا كلمات طبعا متاخدة من القرآن الكريم أو الحديث الشريف. ننتقل للسؤال التالي: لقد خاض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كم غزوة في حياته؟ 27 غزوة و38 سرية، ولم يسجل التاريخ مقتل مدني واحد، ولم تسجل حادثة اعتداء واحدة على امرأة، ولم ينتهك حق طفل واحد. كان بيراعي حقوق الإنسان. اقرأ لمن تشاء من مؤرخ الشرق ومؤرخ الغرب المنصفين، معنى ان فيه مؤرخين غير منصفين، كديورانت في موسوعته قصة الحضارة، وسيجريد هونكا. يبقى أنا عندي 2 من مستشرقين بس دول منصفين. في كثير من مؤلفاتها لتدرك الفرق بين الإنسانية والهمجية
أنصفوا العرب لما كتبوا عنهم. ولله ضر شوقي حين أثار الشبهة ورد عليها بالحجة فقال: قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم، جهل وتضليل أحلام وسفسطة، فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. جمع كلمة حق طبعا حقوق. فائدة مجيء كلمة المنصفين في جملتها مؤرخ الشرق ومؤرخ الغرب المنصفين معناه ان في مؤرخين غير منصفين. يبقى التحذير من قراءة التاريخ إذ يكتب المستنصرون طبعا لا. التأكيد على ضرورة فهم التاريخ عند قراءته طبعا لا. التنبيه على أن بعض المؤرخين لا يتحلون بالموضوعية هو ده طبعا في مؤرخين غير موضوعيين. طيب، من خلال فهمك الحلقة الأضعف التي يجب حماية حقوقها أثناء الحروب. طبعا هنا اللي هو الطفل، لم ينتهك حق طفل أو امرأة، يبقى المرأة والطفل. طبعا إلى جانب اللي هو كبار السن وغيرها. لكن هو عايز من فرقة. حدد من خلال المقال اثنين من المؤرخين المنصفين واستنتج سبب استحقاقاتهم. هو مديني هنا اتنين، ديورانت وسيجريد هونكا. ديورانت وسيجريد هونكا. طب ليه استحق هذا الوصف؟ لإنصافهم للعرب، إن هم نقلوا الحضارة كما هي بحقيقتها. طيب، من سؤال النحو: قال الشاعر مادحا: حامل الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاع وضرار. صيغة المبالغة الواردة ووزنها عندي اتنين، عندي نفاع وعندي ضرار، والاتنين على وزن فعال. قال الشاعر مفتخرا: وإني لتراك الضغينة قد بدا سراها من المولى فلا أستثيرها. ميز صيغة المبالغة الواردة في البيت السابق. عندي وإني تراك بصيغة المبالغة تراك، إعراب ما بعدها أترك أنا الضغينة، يبقى الضغينة مفعول به منصوب بالفتح على علامة نصبه الفتح. قال الشاعر مفتخرا ومعاتبا: إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. صيغ المبالغة وبين سبب عملها. عندي صيغ المبالغة العاملة قؤول وفعول، والاثنين عاملين لنفس السبب، قؤول وفعول. هنا لو بصينا سيد قؤول اتنين نكر ربع تديني نعت، يبقى اعتمدت على موصوف. ندخل على النشاط الخامس من عنترة أبو الفوارس: هكذا قضى أيامه ولياليه هائما في النهار بين الشعاب، بين الطرق يعني والجبال، سابحا في الليل بين الشجون الأحزان، وهو في كل لحظة تمر به يزداد حقد على قومه. ليه؟ عشان بيزدرونه يعني يحتقروه، وعلى أبيه عشان بيظلمه. يبقى كده هو عنده مشكلتين: قومه يزدرونه يحتقروه، وأبيه يظلمه وينكره ويأبى أن ينسبه إليه مع أنه يعترف ببنوته. دول مشكلتين عنده. طب هو حاول يحل مشاكله إزاي؟ للأسف أقبل على الخمر، يحاول إن هو ينسيه عبلة وحقده على عبس وظلم شداد، لكن الخمر تسلطت عليه وزادته وجدا وحنقا وحقدا، حتى لقد تحول لونه إلى اللون الأصفر، وابتدى الضعف يدب فيه. مظلمتين اجتماعيتين يعاني منهما عنترة. بأول حاجة قومه الذين يحتقرونه، وبالتالية أبيه الذي
يظلمه ويأبى أن ينسبه إليه. انقض عن مسلك عنترة اللي قرر يتخذه عشان يحل مشاكله، واقترح حل بديل. طبعا إن هو لجأ للخمر لتنسيه مشاكله. طيب ننقضه ازاي؟ ده النقد. اقترح حل بقى. ايه الحل بقى اللي احنا نوجهه؟ الحل ان يواجه مشاكله ويحاول حلها. تلقي الفقرة الثانية الضوء على سلبية خطيرة تهدد شبابنا في حياتنا المعاصرة. وضحها. السلبية هي الهرب من المشاكل باللجوء للخمر أو المخدرات. طيب إيه أثرها؟ أثرها السلبية تضر الصحة وتؤثر على صحته العقلية والنفسية. هتضر الجسد وتضر أيضا العقل. يبقى الهرب من المشاكل واللجوء للخمر والمخدرات، ايه اثارها السلبيه؟ تضر صحه الجسم وتاثر على الصحه العقليه ايضا والنفسيه. الاداء المنزلي. نص نثري من عصر صدر الاسلام. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بمكه، فكبر ثلاثا ثم قال: لا اله الا الله وحده صدق وعده نصر عبده هزم الاحزاب وحده. وهنا بقى اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم ان سبب النصر هو ربنا سبحانه وتعالى مش قوه المسلمين. الا ان كل مأسره كانت في الجاهليه مفخره، يعني تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي، الا ما كان من حاجتين بس الانسان يفتخر بيهم عشان دول نفع عام: سقايه الحاج وسدانه البيت، يعني خدمه الحجاج. اذا مأسره معناها مفخره. المغزى من السطر الثاني: هل بيذم الجاهليه وعاداتها؟ طبعا لا. هل بيبين اهميه الكعبه؟ طبعا لا. على ان الفخر الحقيقي نفع عام، هو ده، ان الفخر في النفع العام. زي هنا اهو اللي هو سقايه الحاج وسدانه البيت. علاقه قوله هزم الاحزاب وحده بما قبلها. انا عندي نصر وعده بعدين هزم الاحزاب، الاثنين بنفس المعنى، تديني تاكيد. الاعتراف بنعمه الله وشكرها، اهي اللي هي صدق وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الأدب. عايزين من النص السابق أثر من آثار الإسلام على النسر والدليل عليه. طبعا التأثر من القرآن الكريم والحديث الشريف، والدليل قوله طبعا زي ايه؟ زي لا اله الا الله كده. وعندي طبعا الكلام اللي هو متاخد من القرآن زي نصر عبده هزم الأحزاب، هزم الأحزاب. طيب القراءة المتحررة. منذ عصر الجاهلية الأولى الغابر يعني القديم، البائد اللي هو انتهى، مرورا بالعصور الوسطى وحتى العصر الحديث المتحضر، خاضت البشرية حروب كان معظمها فتك وشراسة. لكن هل الحروب مبادئ؟ بيقول لي ليها مبادئ بس بيطبقها الشرفاء، مبادئ إنسانية. أما الظالمون لا تزن تلك المبادئ عندهم حبة خردل، يقولون بأفواههم ما تخالفه ضميرهم وتهدمه أيديهم.
طب في الحرب العالمية، ادي خطورة الحروب بقى، بلغ عدد القتلى كام؟ 45 مليون و800 ألف. طب وكان القتلى المدنيون 3 أضعاف الجيوش. طب في هيروشيما وناجازاكي عدد القتلى 150 ألف و246 ألف شخص كانوا من المدنيين. طب وتوفى بعدها 140 ألف شخص في هيروشيما في حتى نهاية 1945. وبعد كده برضو 74 ألف شخص ماتوا أيضا في ناجازاكي. المدة اللي بعد كده طبعا متأثرين بالغبار الذري للقنابل الذرية. طيب، ولا تزال آلات القتل من حولنا تلقي في النساء والأطفال والشيوخ، وتنشب مخالبها في قلب القيم، تفتك بالإنسانية في الصميم على مرأى ومسمع من العالمين، للأسف لا مجيب. لكن لئن فات الحساب في الدنيا هيكون ليهم حساب في الآخرة، موعدهم مع ربنا سبحانه وتعالى. إذن الغابر معناها القديم. المغزى من قوله وكان القتلى المدنيون 3 أضعاف الجيوش المشاركة. طبعا هنا هل التنبيه على ضرورة تسليح المدنيين؟ طبعا لا. كثرة المدنيين وقلة المحاربين؟ طبعا لا. انتهاك على حقوق الإنسان؟ هو ده. ضراوة الحروب وكثرة الخسائر البشرية الناجمة عنها. طب الأدلة عندنا الأرقام طبعا. الحرب العالمية الثانية قتل 45 مليون و800 ألف. في الحرب العالمية الثانية قتل 45 مليون و800 ألف من البشر. طب ايه كمان؟ كان القتلى المدنيون 3 أضعاف الجيوش المشاركة. وكان القتلى المدنيون 3 أضعاف الجيوش المشاركة. وعندي طبعا أرقام كتير، لو حبيت تكمل أدلة تانية، كل دي أرقام طبعا اللي قتلوا في هيروشيما وناجازاكي. بعد كده اقترح حلا لتقليل ويلات الحروب وخاصة الخسائر البشرية. طب عشان نقلل ويلات الحروب اللي هي اللجوء للمعاهدات ومراعاة حقوق الإنسان وعدم قتل المدنيين أو الأطفال أو النساء أو العجائز أو رجال الدين. ننتقل للسؤال الثاني. النحو. قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. استخرج صيغة مبالغة. صيغة المبالغة طبعا فخورا، هي فخور على وزن فعول. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك مطواعا. دي كلها صيغ مبالغة. وبين 7 عملها. ال3 7 عملهم واحد: شكارا، ذكارا، مطواعا. طبعا هنا اجعلني شكارا دي مفعول به ثاني، تمام. اجعلني لك شكارا، بعد كده اجعلني لك ذكارا، اجعلني لك مطواعا، كلهم دول مفعول به ثاني. طب المفعول به ثاني لفعل بينصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. طب ما دام اصله المبتدا والخبر يبقى اعتمد على مبتدا.
قال الشاعر: بيض الفوارس طعانون، من لحقوا من الفوارس شلالون للنعم. صيغ مبالغة وسبب عملها. عندي طعانون، طبعا طعانون دي خبر لمبتدأ، فهنا اعتمدت على مبتدأ. طب اعراب ما بعدها طعانون من يطعنون هم من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. وبكده أحبابي نكون انتهينا من الأسبوع التاسع، انتهينا من التقييمات والأداء الصفي والأداء المنزلي. انتظرونا في القادم، وفقكم الله.